السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد ومختلف. الفيديو بتاعي النهاردة هعرض فيه أشغالي من الشغل الهاندي ميد، شغل شنط كده بمكرمية فرنساوي، كروشيه. طبعا أتمنى إن الفيديو يعجبكم تقدروا إن انتوا تستفادوا منه. أنا عندي هنا أول شنطة، دي شنطة كروس عملتها بغرزة نص عمود، نص عمود رأسي. عملتها كده بالشكل ده، عملت لها بطانة من جوه وسوستة واحدة. عملت لها حلية من الكروشيه، هي 3 ألوان، 2 رصاصي فاتح في غامق، وكمان في النص كده عملت لها حلية من اللون الكشمير واللون الأبيض. اليد بتاعتها طويلة، عملتها يد سلسلة عادية متطعمة بغرزة نص عمود ما بينهم كده علشان تديني الشكل الجميل ده. طبعا الشنط ديت بتاخد مساحة، هي ما شاء الله كبيرة كده، شبر و4 صوابع، فبتاخد بتشيل حاجات كتير. عندي الشنطة دي كانت اتباعت، هي نفس الفكرة، بس الغرزة هنا عمود خلفي وعمود أمامي، وبرضه بسوستة واحدة، مش عملت لها بطانة علشان أنا عاوزاها تمط من تحت وبتشيل أكبر عدد. الغرزة العمود الخلفي والعمود الأمامي بتمط فبتشيل معايا عدد كبير. اليد بتاعتها طويلة، نصها سلسلة كده من جنزير ونص تاني سلسلة كروشيه. وعملت لها كمان فيونكة من قدام كده بالستراتس، وليها ميدالية من على جنب كده باللون الأسود. الزواق بتاعها ده أو الفنش الأخير ده بيكون على حسب ذوقك. وطبعا زي ما انتوا شايفين كمان بسوستة، شكلها جميل خالص وشيك وبتشيل كتير. ودي اليد بتاعتها زي ما قلت لكم كده، نصها سلسلة ونصها كروشيه. ده شكلها النهائي. عندي كمان شنطة كشمير بالشكل ده، عملتها بغرزة تروكو اللي هي السلسلة التروكو، برضو عملت لها سوستة، وعملت لها جيبة من قدام مزدوجة، يعني جيبة من غير سوستة وجيبة بالسوستة بغرزة عظم السمك اهي بالشكل ده. وعملت لها حلية ذهبي، وكمان عملت لها 2 يد بغرزة نص عمود، مركبة اليد بتاعتها في حلقات ذهبي كده، يعني هي داخل ذهبي كده في اللون الكشمير، فيدي لون حلو خالص. دي تم بيعها. الجيبة بتاعتها من قدام تقدر ان احنا نحط فيها موبايل او اقلام او اي استخدام، ولها 2 يد طوال كده بالشكل ده، بتنشال في الكتف. ده شكلها النهائي. عندي كمان الشنطة النبيتي دي استعمال شخصي، دي بتاعتي انا، برضو عملتها نبيتي في حلية ذهبي كده، ولها ميدالية برضو نفس الغرزة، عمود خلفي وعمود امامي رأسي. بحب الغرزة دي علشان بتمط معايا، ما بحبش اعمل لها بطانة علشان كل ما احط فيها بتوسع من تحت، بتفرد من تحت، فبتدي اتساع كده من تحت وبتكون ضيقة من فوق، بيكون شكلها حلو. اليد بتاعتها خيط عادي خالص، مش عملت فيه اي شغل غير ان مشيته مع سلسلة ذهبي رفيعة وعملت لهم عقد كده، فادتني شكل جميل ده. الشنط دي كلها ما شاء الله بتدي اتساع حلو خالص، وبتشيل حاجات كتير. الاوف وايت دي نفس الشكل بالظبط، او نفس الغرزة بالظبط ونفس الطريقة، بس الحلية بتاعتها بس المختلفة دي تم بيعها. الحلية بتاعتها على حسب ذوق صاحبتها، هي كانت عاوزاها بالشكل ده. نفس الفكرة بالظبط، بس اليد بتاعتها مختلفة، نصها سلسلة ونصها سلسلة كروشيه. عندي الشنطة ديت طويلة شوية كده لفوق، هي مرتفعة تشبه شوية شنطة الظهر. عملتها ببواقي خيط لأنها استعمال شخصي عندي، دخلت فيها قاعدة كحلي، وبعد كده عملت خط أبيض وكملتها من فوق بلون زهري، اللي هو القلب بتاعها من فوق لون زهري، وعملت لها الفيونكة ديت من الجلد، وليها شراشيب كده من الخيط. اليد بتاعتها جمعت الخيط الزهري مع الخيط الكحلي مع الخيط الأبيض، وعملتهم بإبرة عريضة، فادتني شكل اليد الجميل ده. هي متبطنة ولها سوستة ولها قفل. عندي كمان الشنطة ديت بغرزة قشر السمك المطعم طعمته كده بالخرز، عملتها ادوار كده اسود في رصاصي فاتح، ادوار طبعا زي ما انتم شايفين. اليد بتاعتها عريضة بحلقات، وليها سوستة وليها بطانة وجيبة سحرية من جوه، بتشيل كتير برضو. هي حجمها كبير شوية عن الشنط اللي قبل كده، من اكتر الشنط اللي بحبها، بتكون عملية خالص وبتشيل معايا كتير. دي بقى شنطة كروس لها قلاب، عامله لها كده سكوتش، ممكن انت تعملي قفل لها. الحليه بتاعتها ديت سلسله زي ما انت حابه، واليد بتاعتها عاديه خالص، يد طويله، برضو نصها سلسله كروشيه ونصها سلسله معدن. شكلها من ورا جميل خالص. هي بغرزه برضو نص عمود خلفي ونص عمود امامي رأسي، بالشكل ده، وبرضو بتشيل معايا حاجات كتير، شكلها جميل خالص. دي كل الشنط اللي عندي. طبعا انا كان عندي كميات كتير بس ما صورتهاش لانها كلها تم بيعها. اتمنى ان الفيديو يعجبكم.